اليوم اللي مات فيه ديدبول واحده من اكتر القصص المجنونه اللي هتشوفها في حياتك. كلنا عارفين ان ديدبول عنده قدره شفاء عاليه جدا لدرجه انك تقدر تقول ان هو خالد، فهو مفيش حاجه تقدر ان هو تقتله خالص. بس ماذا لو قلت لك ان في قصه لديدبول، والمره دي في القصه ديت ديدبول هيموت. قصه بعنوان ذا ديث اوف ديدبول، موت ديدبول. تعال احكي لك القصه ديت. تبدا القصه مع ديدبول وهو راكب طياره وراجع لبيته، ومن كتر التعب اللي هو فيه بينام وبيحلم بكابوس. الكابوس بيكون عباره عن ان هو بيحلم بجروب مجموعه من الاشرار الارهابيين اللي اسمهم التيميتوم. اسمهم غريب جدا، بيحاولوا ان هم يقتلوا عيلته. والتيميتوم دول عباره عن جروب ناس اشرار. ديدبول اكتشف مكان قاعدتهم السريه قبل كده ودخل وقتل اغلب اعضائها الموجودين هناك. المهم ان باقي الجروب دول كانوا عايزين ان هم ينتقموا من ديدبول بسبب اللي هو عمله، بس القائد بتاعهم اللي هو ديدبول قبل كده كانوا علقه محترمه اللي اسمه فلاج سماشر. الراجل ده عارف قد ايه ديدبول قوي فشخ، هيقول لهم ان هو محدش ينتقم من ديدبول وان هو يبعدوا عنه خالص. فهم مش هيعجبهم الكلام دوت، فهينطروه قبل كاش ويقتلوا القائد بتاعهم، ويخلوا واحد جديد اسمه كارل معاهم في الجروب يبقى هو القائد بتاعهم ويبقى هو الفلاج سماشر جديد. نرجع تاني بقى للوقت الحاضر اللي فيه القصه، ونروح للمكان اللي فيه بنت ديدبول ايلي. وجماعه الالتيميتوم دول بيروحوا لبيت ديدبول عشان يهجموا عليه ويقتلوا بنته كانتقاما من ديدبول، فهيجروا بسرعه عشان يقتحموا البيت. وهنا فجاه بيتحرقوا بنار خضراء، وهتلاقي شبح الرئيس الامريكي بنجامين فرانكلين اللي هو صاحب ديدبول بينقذ الوضع وبيقتل الجنود وبيخش جوه اجسامهم ويسيطر عليها ويخليهم يقتلوا في بعض. وساعتها بنت ديدبول واصحابه يقدروا ان هم يهربوا. وهنا بقى بيوصل البيت فلاج سماشر القائد بتاعهم وبيخليهم يحرقوا البيت، وبيقول لهم يستعدوا عشان ديدبول هيجي ينتقم منهم ويهاجمهم كحيوان شرس. بعدين بنلاقي الست اللي هي بترعى بنت ديدبول بتكلمه وتقول له ان هم كويسين وان هو يجي لهم عشان يساعدوا بعض ويتحدوا عشان يهزموا الاشرار دول. بس ديدبول عنده راي تاني، بيبقى متعصب وغضبان جدا وبيقول لها خليكم مستخبيين في مكان امن وانا هتصرف، وبيقفل السكه. بعد كده ديدبول بيخطف افضل هاكر في العالم ويزور موت الراجل دوت عشان محدش يعرف عنه اي حاجه. وبعد كده بيقول له ان هو يتعاون معاه وهو مش هيقتله ويخليه في امان. بعد كده بتلاقي ديدبول بيقول لنفسه ان هو مش عارف ازاي هيقدر ان هو يعمل المهمه ديت. بعد كده ديدبول هيروح لبرج ستارك بتاع توني ستارك وبيخش جوه ويتسلل ويخترق البرج ويروح ويسرق حاجه من هناك. بعد كده بيروح لمدينه اسمها كانساس ويشتري من هناك حته ارض في مكان يعتبر معزول. ديدبول هيبقى عايز يكشف مكانه وموقعه لفلاج سماشر الشرير اللي هو بيدور عليه، فيروح ديدبول يقتل شويه من اعضاء جروب الالتيميتوم ويكتب عنوانه واحداثيات مكانه على جثثهم. فلاج سماشر لما يشوف الكلام دوت هيتعصب جدا ويبدا ان هو يجهز عشان يهجم على ديدبول. فديدبول هيروح يخلي الهاكر اللي هو خطفه يخترق ويهكر قاعده جويه حربيه ويسرق حبه طيارات حربيه بدون طيار من هناك، ويخلي الهاكر دوت يخلي ديدبول يتحكم في الطيارات ديت من على بعد. بعد كده هيدي الهاكر فلوس ويقول له اهرب انت خلاص مهمتك خلصت. وهنا بقى بنشوف جروب الالتيميتوم وصل بجيش كبير جدا جدا للموقع بتاع ديدبول، معاهم بقى طيارات حربيه ودبابات والاف من الجنود، ومعاهم طبعا القائد بتاعهم فلاج سماشر، وجايين كلهم عشان يقتلوا ديدبول. ديدبول هيقول له ان هو حاول على قد ما يقدر ان هو ينهي الحوار بتاعهم دوت من غير ضحايا كتير، بس كان ده غلط كبير جدا. ففلاج سماشر هيضحك عليه ويستهزأ ويقول له ان هو كل اللي تقدر تعمله انك انت تلعب اللعبه الموجوده على جهازك دوت، بس دي هتطلع مش لعبه. وديدبول بيتحكم في الطيارات الحربيه اللي هو هكرها وبيخليها تهجم عليهم وتدب فيهم ويبدا مسبحته. وبعد كده بيستخدم الحاجه اللي سرقها من مبنى توني ستارك وبيشكر توني على الحاجه ديت اللي هتسبب ان كل الطيارات الهليكوبتر اللي هم جايبينها تقع من السماء عليهم. بعد كده هيجيب رشاشات ويقتل فيهم، حتى هيستخدم ضدهم السلاح اللي هو بيطلع نار دوت ويولع فيهم كلهم، ويبدا ان هو يقتل فيهم بالسيوف. ومن كتر ما هيقتل منهم ناس هيوصل لدرجه ان هو يبدا يهلوس ويشوف حاجات غريبه. بيشوف رجاله صعايده بتهجم عليه راكبين عربيات قديمه فيها رشاشات ولابسين طرابيش، بس ديدبول بيقول ان هو مستمتع وبيقتل فيهم كلهم، وبيقول لهم انتوا متخيلين انا كنت ممكن اعمل فيكم ايه لو كنتوا فعلا قتلتوا عيلتي؟ وبيشكرهم لانهم عرفوه مكانه الحقيقي اللي هو مش في حته امان مع عيلته، لا مكانه الحقيقي في الجحيم هنا في وسط الاشرار دول بيقتل فيهم. هيخلص عليهم وبيشوف فلاج سماشر القائد بتاعهم اللي بيبدا بقى ان هو يعتذر له ويقول له النبي والنبي ما تقتلنيش، وان هو كان فاكره مجرد مهرج عبيط ويكمل يتحايل عليه ان هو ما يقتلوش. بس ديدبول بيفجر دماغه، وبعدين بيستخدم المكنه اللي هي بتحصد الزرع دول في ان هو يقطع فيهم ويولع فيهم بالنار لحد ما يقتل اخر جندي في جروب الالتيميتوم. بعد كده بيقف ديدبول وبيحييهم وبيقول لهم ان هي ديت خاتمه وان ديدبول لازم يموت لو ويد ويلسون هيعيش. ويد ويلسون دوت هو شخصيته الحقيقيه. بعد كده بيعتزل دوره كديدبول وبيروح يسرق يخت وبيجمع عيلته كلهم واصحابه وبيقول لهم ان هو هيبدا من اول دلوقتي
يعيش حياه طبيعيه معاهم، وبيبدا دلوقتي صفحه جديده وحياه جديده من غير ديدبول، ويبدا ان هو يقفل عينه عشان يحس بالراحه والحب والدفى اللي هو دلوقتي عايشه مع عيلته. بس هيحس ان الدفى دوت شديد قوي، لا ده ما بقاش دفى، دي حراره. يفتح عينه يلاقي الشمس مقربه من الارض بشكل كبير جدا، ويكتشف ان العالم دلوقتي بيتدمر. صحابه شويه منهم هيقعوا في الميه يغرقوا، والباقي منهم هيتحرق وهو واقف على المركب. بس كل اللي هيعمله ديدبول ان هو هيحضن بنته ويقول ان هو حاسس بالامان دلوقتي والحب، وان هو مبسوط بالنهايه ديت، وان هو لو هيموت فهو مرضي لانه كله هيموت معاه. وكوكب الارض بينفجر، وديدبول وكل الموجودين على كوكب الارض بيموتوا. وبس كده هنا بنعرف وبنشوف ان الطريقه الوحيده عشان تقتل ديدبول هو انك انت تفجر كوكب الارض كله. فروح اعمل لي فولو على الانستا، واعمل سبسكرايب ولايك على الفيديو لو عجبك، واللي رايك في الكومنتات. وبس كده، سلام.